السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من صوت شبكة راديو عرب الدنمارك الخاصة أبو الأمين والزملاء الإعلاميين. إليكم هذا الخبر الذي وردنا قبل قليل لأخبار الجاليات العربية والإسلامية في مملكة الدنمارك وحدها. عملية إطلاق نيران ثانية تمت على رجل. ووفاة أحد الشبان أنور عثمان. التفاصيل. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الأخبار التي ننقلها إليكم كما وردتنا من العديد من المراسلون في ضواحي مملكة الدنمارك المتواجدة، وأننا نقوم بنشرها حتى يعلم الجميع ماذا يجري على الساحة الدنماركية لأبناء الجاليات العربية والإسلامية في مملكة الدنمارك. يقال: قد يؤذيك البشر من جانب، ولكن لا تنسى أن لطف الله يحيط بك من كل الجوانب. ويقال أيضا: خاف من اللي ما اختارتش إنه يأخذ حقه منك، يعني ما أخذش حقه منك إنك ظالمه وسابه عند رب العالمين عشان حقه هيرجع له وبزيادة. أيها المستمعين والمستمعات، لا أريد أن أطيل عليكم، أريد أن أنبهكم لهذا الخبر التي وردنا من بعض المراسلون الذين قاموا بإرسالها لدينا، حيث أنه تمت عملية إطلاق نيران في إحدى مدن الدنمارك وهي منطقة جلوستروب. والبيان أنه ذكر في تمام 10:15 أفادوا شهود عيان في موقع الحادث أن رجلا أصيب برصاصة في رأسه مساء الثلاثاء في تمام 10:37 مساء طبعا، وأثناء تواجده في سيارة بموقف سيارات. وذكروا أيضا أنه الشرطة لن تفصح عن أي معلومات للجمهور بعد، لكن غادرت سيارة إسعاف وأيضا سيارات برفقة الشرطة الدنماركية باتجاه مستشفى الريس هوسبيتال الواقع في العاصمة الدنماركية. وكما ذكروا أنه شهود عيان أنهم شاهدوا أن رجلا كان يجلس في سيارة وأصيب برصاصة في رأسه. وهذا التقرير صادر عن مراسلون في مواقع مساء الثلاثاء. ويتبع المقال أنه هناك رؤية، يعني تواجد أعداد كبيرة من الشرطة حول منطقة الحادث، وشوهد أنه يتواجد مراسلون في محيط موقف سيارات ومطوقة في منطقة غرانسكوفن السكنية في جلوستروب. ويضيف المراسلون بأنه يشيرون أن الشهود شاهدوا الرجل أصيب في رأسه ومن ثم بعدة رصاصات في جسده. وأيضا شوهدت سيارة بألوان مختلفة، أبواب مفتحة وزجاج محطمة، وتقف خلف حواجز الشرطة بينما تجري الشرطة تحقيقاتها. وعلى مجموعة الفيسبوك المحلية كتب مواطنون من سكان المنطقة أنهم سمعوا من 3 إلى 4 إطلاقات نارية، وبعد ذلك سمعوا وصول الشرطة والإسعافات التي هرعت لنجدة وإنقاذ المصاب. وأيضا كانوا يحملون بعض الأسلحة.
وتلقوا العديدون من البلاغات مساء الثلاثاء حول إطلاق هذه النيران في موقف سيارات جلوسروب. يعني الشاب هو من الجالية العراقية كما ذكر لنا. يعني احنا نريد أن ننوه للجميع أن ما زال قبل أسبوعين أصيب أحد الشبان من الجالية الصومالية ولم يدفن لغاية يعني تحرير هذه النشرة إلى اليوم. أسبوعين لم يدفن من أجل إجراءات تحقيقات وإجراءات فحوصات وتقارير لم تنتهي. إلى متى يستمر ذلك؟ كما يذكر لنا أن بعض المراسلون يعني يوجهون رسالة عبر هذه المحطة عرب الدنمارك على الجاليات العربية والإسلامية أن تقوم بالحذر الشديد على أبنائها وتحافظ على أبنائهم بعدم الخروج ليلا أو الانتباه من هذه الصدمات والمصائب التي تحل على أبناء الجاليات العربية بعد أن توقفت منذ أكثر من 5 سنوات في مملكة الدنمارك. وفي خبر آخر، الشاب أنور عثمان يوسف وفاته المنية في الدنمارك، وهو ابن المرحوم الحاج أبو سمير عثمان كايد. إذن ابن المرحوم الحاج أبو سمير عثمان كايد شقيق يوسف عثمان. وقاموا فتح العزاء يوم الاثنين الماضي وفي قاعة طبعا مخيمة في الجليل، وهذا خارج الدنمارك ولكن هو من سكان الدنمارك. إذن نعيد ونكرر، الشاب أنور عثمان يوسف في ذمة الله. رحم الله موتانا وموتى المسلمون جميعا. أخيرا، مراحل الحياة للإنسان هي الدنيا من 60 إلى 70 سنة يعيشها الإنسان، إما ظالم وإما مظلوما، وإما يعني إنسان شرير وإما إنسان على الخير. المرحلة الثانية وهي البرزخ كما يقال، يعيشون آلاف السنين في البرزخ، وهذا طبعا منذ خليقة الدنيا، يعني سيدنا آدم لليوم. طبعا صحيح آلاف السنين ينتظر البرزخ، لكن يوم القيامة والعلم عند الله كما ذكر بالقرآن 50,000 سنة، ودار الآخرة إلى ما لا نهاية. راجعوا حساباتكم ورتبوا أولياتكم، ومن ظلم يعود ويرجع مظلمته للناس. وفي نعي آخر، الحاج علي علوان، وهو طبعا من الجالية العراقية في مسجد الإمام علي، ينعو شقيقه والذي فتح له مجلس عزاء من يعني يوم الاثنين، وينعو شقيقه الحاج محمد رضا والحاج زهير رضا علوان شقيقه الوجيه الحاج علي علوان. وبهذه المناسبة تقوم الأسرة في الدنمارك بالترحم عليه وفتح مجلس عزاء في العاصمة الدنماركية، وهي منطقة برومبي روي بارك. رحم الله موتانا وموتى المسلمون جميعا. هذا ما لدينا من أخبار هذا الأسبوع 30 من تموز 2025 والخامس من شهر صفر 1447 هجريا. دمتم في رعاية الله وحفظه. أبو الأمين يحييكم، إلى اللقاء.